فهد جعموم الرجال عند كلمتها يا فهد جعموم، وانت قلت إذا ظهر، وقلتها أمام الملايين من الشعوب العربية والإسلامية، إذا ظهرنا أنا وصقر اليافعي في أي دور في مسلسل عثمان بتحلق الشنب، بتمعل شنبك، بتقرح الجو، بتطير بعد الصقر. الآن كلنا نطالبك يا فهد جعموم، قلت بتحلق لايف بث مباشر أمام الناس. شوف، وأنا قلت لك إذا ما ظهرنا هذا الشنب بطيره بعد الصقر حقك. اللي ما عرفنا هو صقر ولا. المهم يا ابن جعموم، اليوم ملايين من المعجبين فيك منتظرين الشنب المثير للجدل يطير اليوم. شوف يا فهد، الرجال تحبل بلساسينها، وانت جبت كلمة لازم تمشي عليها. فهد ينزل منشور قولوا له يمشي بعد كلمته. عندي التعاليق حقه والكلام حقه، قال بيحلق شنبه امام الناس اذا طلع لنا اي دور. والله ما طلعت سوق حمار يا فهد، ولا اوزع شاهي زي ما قال البعض. طلعت محارب، جبت راس المغولي معي بالشنطة، القائد المغولي. مهمة كانت صعبة يا فهد جعموم، فصعت لك الخيل ذاك، ظنك انك بات يعني تعرقل بث المسلسل او بتعرقل البطولات الذي عملناها والفتوحات الاسلامية. لا، فصعت لك ظهر الخيل ورجعت طبخته. شوف الان مطلوب منك تم على الشنب ذاك، ما عادش مش نشوفك بصورة يعني عند كلمتك. الجماهير منتظرين يا فهد جعموم، قلت بتحلق شنبك في بث مباشر امام الناس اذا ظهرنا باي دور مع مسلسل عثمان، او اذا ظهرنا نقاتل، او اذا كنا احد جنود الغازي عثمان. اي ما شاء الله، الغازي رياض قلب الزنم.